ربنا سبحانه في بعض ما يعطي عباده، في بعض ما يشرع لعباده، يتجلى لعباده عظم كرم الله سبحانه. أنت رجل مسلم تصوم وتصلي وتفعل ما تقدر عليه من المأمورات، تجاهد في اجتناب المنهيات المسخوطات هذه التي تسخط ربك عليك، ومع ذلك ربك سبحانه يرتب لك أمورا، يشرع لك شرائع ما أسهلها على فاعلها وما أعظم ذخرها عند الرب سبحانه. لا إله إلا الله كلمة يعني، وقد سمعتم الأحاديث التي ذكرت لكم في فضلها. لأي شيء يعمل العاملون؟ هؤلاء المسلمون الذين يفعلون ما يفعلون لأي شيء يفعلون؟ ليدخلوا الجنة. ربك سبحانه يرتب لك الجنة على أن تقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، ثم تسدد. ما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد عند الله، يعني تأتي بضمان أشهد عند الله. لا يموت عبد يقول لا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة، تمشي فيها، تسلك فيها، تضرب فيها بنعليك. وسيأتي الحديث في حديث الموطأ عن فضل قائلها وأنها تعدل 10 رقاب من رقاب ولد إسماعيل، وولد إسماعيل هؤلاء نخبة اختار الله من الناس ولد إسماعيل، فكأنك تعتق خيارا ونخبة وصميما بكلمات تقولها بلسانك، والإنسان يعجز عن ذلك. ألست تستغرب أن تسمع ما رتب الله سبحانه من الفضل في الأوراد، في التسبيح، في الاستغفار، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قول لا إله إلا الله، ومع ذلك يعجز أحدنا عن أن يكون له ورد من هذا الخير. أنت تسمع بأذنك. أنا ما أظن أن رجلا من المسلمين يجهل أن في قراءة القرآن في أحرف القراءة الحسنات، في كل حرف 10 حسنات، ونغلب على أن يكون لنا أوراد القرآن. أسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا. ما قيمة أن تعلم إذا ما لم يفيدك هذا الذي تعلمه الخير؟ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. الحمد لله رب العالمين.